الكلمة الآن إلى السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة، فليتفضل. Bonjour, ça va? Allez, on va mettre ça de côté. على صحتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أصحاب السمو والفخامة والسعادة، السيدات والسادة الضيوف المبجلين، السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، Your Excellencies, Ladies and Gentlemen، يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم في هذه المناسبة التاريخية التي تجسم محطة هامة في تاريخ تونس الجديدة وتهيئ لمزيد من الإنجازات في المسار الديمقراطي وفي تحقيق أهداف ثورة الكرامة والحرية. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بالسيدات والسادة أصحاب السمو والفخامة والسعادة وكل ضيوف تونس الأجلاء، وأن أشكرهم على حضورهم هذا الحدث الهام ومشاركتهم لنا احتفالنا، مشاركتهم لوضع دستور جديد والمصادقة عليه، دستور يضمن الحريات الأساسية، يحافظ على هوية شعبنا العربية والإسلامية مع انفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي الحداثي. ولعلكم سيداتي وسادتي تابعتم مراحل إعداد هذه الوثيقة الجوهرية ولمستم صعوبة هذه المهمة ودقتها، وإني أحيي السيدات والسادة النواب المحترمين وكل مكونات المجتمع المدني وأطراف الحوار الوطني والشعب التونسي لما بذلوه من جهود للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية. ويحق لنا اليوم أن نفتخر بهذا الإنجاز الهام وبهذه التجربة الرائدة، ونستحضر بهذه المناسبة بكل إجلال وإكبار شهداءنا الأبرار ونترحم على أرواحهم. حضرات السيدات والسادة الكرام، إن الفرح والاعتزاز بهذا الإنجاز وشهادات الثناء من مختلف البلدان الشقيقة والصديقة ينبغي ألا تنسينا أهمية الرهانات القادمة وحساسية الخطوة التالية نحو بناء الدولة الديمقراطية. نحن مطالبون جميعا باستكمال بقية المسار والتدرج ببلادنا نحو انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وقد كان هذا التزاما صريحا وواضحا مني ومن أعضاء الحكومة التي نلت ثقة المجلس التأسيسي لترأسها. إنني والفريق الحكومي على هذا العهد، ولن ندخر جهدا لدعم هذا المسار وتنفيذ هذا الالتزام بالعمل على دعم الدولة ومؤسساتها ومعالجة الأوضاع العاجلة سواء كانت ذات صبغة أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية، وذلك في كنف الاحترام لأحكام الدستور والقوانين والحريات. إن نجاحنا يستوجب استرجاع الأمن والطمأنينة واستعادة نسق النشاط الاقتصادي وإعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد والنمو، إذ بالنمو فقط نستجيب لتطلعات الشعب التونسي ونمكنه من تحقيق طموحاته. إننا على استعداد كامل لرفع الرهانات، ونعول في ذلك على تعاون كل الأطراف الوطنية الفاعلة بدعمها لمؤسسات الدولة ولقيمة العمل وللمسؤولية المدنية وتهدئة المناخ. كما نعول على شركائنا وأشقائنا لتقديم الدعم لإنجاح المسار الانتقالي وتكريسه فكرا وفعلا. وفي الختام دعوني أجدد لكم شكري وامتناني
على مشاركتكم الشعب التونسي فرحته بتحقيق أول خطوة على درب الانتقال الديمقراطي وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في كنف التضامن والتآزر وروح الوفاق. وفقنا الله جميعا، وعاشت تونس وعاشت الجمهورية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.